جميع ديالها. العهود ديالها والوعود ديالها كانت يعني مثيرة منذ الانطلاقة ديالها حتى النهاية. شاهدنا أهداف غاية في الروعة في هذا اللقاء هذا. البداية كانت قوية لفريق الرجاء الرياضي بالقيادة ديال الجناني. كان هدف ديال بوزوق يعني بشكل رائع بكل صراحة. حتى الهدف ديال اتحاد طنجة اللي كان سجل يعني الآن بوزوق مجددا كيبدا بداية يعني رائعة مع فريق الرجاء الرياضي، وهي اللي كان مصمم عليها الموسم الماضي، والتوج يعني باللقب ديال هداف الدوري الاحترافي. غادي بنفس النسق بنفس المستوى وبنفس الاداء. تقريبا عنده الان يعني 3 ديال الاهداف، والرجاء لعبات 3 ديال المقابلات، يعني اداء ديالو متميز. من بعد ذاك الهدف لاحظنا واحد ردة فعل قويه ديال اولمبيك اسفي للامانه، لان الفريق ديال اولمبيك اسفي ما نزلش يديه، وكان يعني كيوصل بواحد السهوله كبيره للمعترك ديال فريق الرجاء الرياضي. وخلال الجوله الاولى تفوق واضح ديال دفاع ديال وسط الميدان ديال اولمبيك اسفي على وسط الميدان ديال فريق الرجاء الرياضي، لان كنا كره لمسه جوج كتلقى راسك راك تحت مربع العمليات. الهدف ديال التعادل بطريقه رائعه. الموقع يمكن الميراتي كمصطفى من ضربه خطا بعيده، مسؤوليه الزنيتي قائمه ان يمكن لعب واحد اللي في الحيط ما كافيش، لا وكره هذاك من الحسن على هذاك هذاك الحسناوي غير مقبوله باش تدخل على الزنيتي ديك الكره من هذيك ومن هذيك المسافه، من هذيك المسافه الحسناوي ولو شوف ولو ما يكونش الحائط، ولو ما يكونش الحائط الكره بهذيك الطريقه حسناوي من هذيك البعد ديالها راه ما بالامانه ما خصهاش تدخل عليه حسناوي. هو مصطفى شوف اكيد عنده مسؤوليه، ولكن هدف شاهدناه في كره القدم يعني في لقاءات لا حنا كنهضروا على ولقاءات. مباراه حسناوي، الزنيتي كيبقى من احسن الحراس اللي كاينين البطوله، حنا نقاش كنناقشوا. ملاحظ ان كيتلاحظ واحد الاهتزاز لدى انس الزنيتي مع بدايه هذا الموسم، وراه الحارس المرمى يعني مصطفى لما كيكون نفسيا شويه متاثر راه كينعكس داك الشيء على الاداء ديالو بشكل كبير في اللقاءات. لذلك اليوم انس كيبقى اكيد حارس بجيبه كبيره، عاون الرجاء ومازال كيعطي. حتى هو خصو شي شويه يرتاح ويعطي الثقه لراسو، يعني باش يحاول يعاون الدراري. قلت يعني الهدف الاول. الهدف الثاني يعني لان الشوط الاول مصطفى كانت اخطاء فادحه في الدفاع ديال فريق الرجاء. يعني كانت الدفاع واحد الثنائيه ديال بالدي مع خفيفي ما كانش فيها مصطفى ذاك الانسجام. خفيفي كنعرفوه كان الموسم الماضي واداء ثابت ومتميز، اذا بان ان الاشكال كان في بالدي اللي في اولى اللقاءات ديالو مع فريق الرجاء الرياضي مازال ما عطاش. يمكن كورقه يعني يمكن خصو لقاءات اخرى باش ينسجم يعني مع الاداء ديال الفريق. انا دائما كنقول الحكم على مردود اللاعبين في مقابله في جوج 3 صعيب، فهمتي. اذا قلت اولمبيك اسفي بكل صراحه داروا جوله اولى مثاليه وكانوا تفوقوا على فريق الرجاء الرياضي. كان تفوق يعني الامانه في جميع المستويات، يعني كانوا كيدخلوا من الجناب كيدخلوا من العمق كيسددوا، يعني كانوا كيهدفوا وكانت عندهم المعترضين. عندهم واحد السهوله ديال الاختراق من وسط الميدان الحسناوي، كان كيمشيو بسهوله. الجوله الاولى معركه وسط الميدان كانت حاصره، خسروا المعركه امام لعبه اولمبيك اسفي. هذا حقيقه يعني بوغرين وفردوسي ومحسن بدا خسروا ريالهم مع اللعابه ديال بوغرين حسناوي ما بانش نهائيا، مازال ما رجعش بوغرين، مازال ما بداش كاع الموسم مع الرجاء. قلت مصطفى في الجوله الثانيه ما يحسب الجناني باش نعطيوها مصطفى لكل ذي حق حقه. ما يحسب الجناني هو الشجاعه ديالو، تغييرات، الشجاعه في التغييرات. لان مصطفى مدرب اخر يقدر ما يخرجش ادم نفاتي، مدرب اخر يقدر ما يخرجش اللاكس ديال الدفاع، مدرب اخر ولكن هو مع بدايه اللقاء كان شجاع بكل صراحه. عرف بان المشكل فين كاين عنده في اللاكس ديال الدفاع، عنده مشكل في التخراج ديال الكره، وعنده مشكل على مستوى الخط الامامي. نشار مع الاوراق ديالو. يعني لما كتلقى مدرب كيرمي 3 الاوراق وهذا دخل ساخو، دخل سوسي، دخل بن عمر على مستوى خط الدفاع. زيد معايا مصطفى يعني المهم دخلوا بعض اللاعبين الحسناوي اللي بكل صراحه عطاو توازن للفريق الرجاء الرياضي. مصطفى من بعد ديك التغييرات اللي قام بهم الجناني لاحظنا بكل صراحه ان الرجاء استعاد توازنه على مستوى وسط الميدان.
ولا سي حسناوي ولا ثابت حتى ملي كتكون عنده الكره، ملي كتكون عنده الكره ماشي بحال الشوط الاول. الشوط الاول ولا اخي اللي كان كارثي، كان ضعيف اخي. لكن انا مصدق قراءه مدرب ما بين الاشواط انا كانت متميزه. اللعابه اللي كانوا ناقصين خرجوا، ما كايناش العاطفه، لان هذه الرجاء انت لعبتي شوط كنتي فيه زرق ما غتبقاش معايا انا الماتش كامل. انا ما نديرلكش خاطرك انت على مصلحه الفرقه، وانا قلت لك هذا هو باش كيبين لك ان جيناني يعني عنده الجرأه وعنده الشجاعه، وراه كاينين مدربين للامانه اللي ما يقدرش يغير لعاب من مورا 45 دقيقه. مدرب السي حسن كاين مدرب اللي ما يديرش التغييرات كلها، ما يديرهاش كاع. لا دارها بالعكس، غادي يدير تغيير ولا جوج. شوف فاش كيدخل اللعاب ينتصروا لانانيته. اش كيقول لك؟ لا الا خرجتو غادي يتجرح، لا الا خرجتو غادي نحطمو، لا الا خرجتو غادي نهرسو، لا الا خرجت. يعني هذا راه كاين مدربين كيديروا الحسابات. لا الجيل ما دارهاش. جيناني عرف بان لا الا كانت هزيمه ثالثه تواليه للرجاء تقدر تكون شي بدايه كارثيه تاريخيه وغير مسبوقه في تاريخ الرجاء. كان كيعرف بانه يلعب بإرث تاريخي اللي هو الرجاء، وما يخص شيء تحسب عليه انه كان في واحد الصطاف في واحد الموسم اللي تلقى 3 هزائم متتاليه اللي ما عمر الرجاء دارتها تقريبا. اذا تغييرات وعطاك الاكل ديالها. فريدريك اعاد توازن وسط الميدان. هذاك السوسي التحركات ديالو كانت افضل من راحبي على مستوى الهجوم، ولو انني ما غنحكمش عليه حتى شي لعب. انا لاعب واحد اللي ما غنحكم عليه في لعبه الرجاء، لان الامانه ديجا متبع مع المنتخب ديالو كل صدق، ولعب اليوم 90 دقيقه وحرك الميدان بالطول العرضي. ومحسن بدا انتداب رائع للناس الرجاء، فهمتي. وبالنسبه للوداد راه خساره ان اللاعب من القيمه ديال محسن بديل لاعب انيق كورتو بدني. دابا هو رجاوي حسناوي دابا خليه. لا شوف ما كنهضرش ابا. حنا كون جا نهار جا الوداد الحمد لله نوات بالامكانات ديالو. اخوان الوداد ديال مازال كيسمعوا فينا. نهار جا الوداد لاعب كورتو يا مصطفى نقيه اجتهدنا مع المنتخب الموريتاني بكاس افريقيا يعني ماشي واحد اللي جديد. لعب اليوم في وسط الميدان وتثبت يعني الاحقيه ديالو، ولا في الكره الثابته لا في عمليه افتكاك الكره. وهذا اول لقاء، راه ماشي لاعب ما عندوش شي تجربه. اذا بان حتى الفردوسي مؤشرات مصطفى عطاهم يعني مقبوله جدا بالنسبه لصاخو والمعموري وفريدريك. فريدريك تا في الوسط بان بانه كاين هذيك اللمسه ديالو، ولكن هادشي كامل راه ما نحكموش على هاد اللعابه. راه الحكم انا ما غنعطيه كما قلت، ولا زلت عند وعدي. دوز واحد 7 المقابلات ويلعبوا اللاعبين ونشاهدوهم غادي نحكم. نقطه اخرى بغيت نهضر فيها على الراجل لانه راه منتصر. عرفتي اخويا مصطفى، ملي كيكون عندك البونتوش فيه اللعابه، هذا الشيء هو اللي ما كاينش في المقابلات السابقه، وهذا الشيء اللي كنت كنهضر عليه اليوم مصطفى. لما الرجاء كانت مغلوبه في الجوله الاولى كيطل جيناني في البونتوش، كيلقى عنده المعموري، كيلقى عنده ساخو، كيلقى عنده السوسي، كيلقى عنده فريدريك، كيلقى عنده بن عمر، مجموعه من اللاعبين كاينين. هذا باش يغير اللقاءات السابقه اللي تلعبوا. روزمير ما كيلقى ما يدخل، كيدور لبونتوش ما كيلقاش لا دفاع لا وسط لا هجوم. اليوم كاين قطاع الغيار، انت زدتي فردوسي، انت زدتي محسن بدا الوسط، انت ولاو عندك في الدفاع الخيارات ديال بن عمر، الخيار ديال بالدي، انت الهجوم بقى عندك غير رحيمي بوحدو ولا عندك حتى السوسي. اذا حتى يا مصطفى التاهيل ديال اللاعبين، هاد اللعابه اللي اهلتهم الرجاء وشاركوا اليوم راه كانوا حاسمين البعض منهم وساهموا في هذا الانتصار. اولمبيك اسفي ماشي انا مصطفى فقط، لان اليوم اولمبيك اسفي انهزمت. غادي نجي ونقول لك لا اولمبيك اسفي زرقاء، لا بالعكس. انا كنقول لك فريق اولمبيك اسفي قدم مباراه محترمه، وبالنظر للاداء اللي قدم كان يستحق نتيجه التعادل. هما اولمبيك اسفي الجمهور ديالهم انا نتمنى ما يتسرعوش في الحكم على امين كرمه، ما يتسرعوش، لان الا كيلعبوا اليوم يعني هذا الشكل باش لعبوا راه اسمح لي يا مصطفى كانت السرعه في البناء، كانوا كيضغطوا، خلقوا محاولات، لعبوا، داروا ماتش نقي. فهمتي مع مرور اللقاءات يمكن حتى هما يزيدوا يعني دابا يمكن عندهم وصل 4 ديال النقط على ما اعتقد. ياك ما 4 نقط كانوا تعادلوا مع تطوان
وتعادلوا مع تطوان